خلونا يا جماعة نتكلم بس شوي عن الأم. مجرد ما أقول أم فأنا أتكلم عن عالم وعن جنة وعن دنيا وعن وطن كبير وعن حب دائم. أنا وأنت لازم نتحمل دموع أمهاتنا حتى لو كانت بدون سبب. يكفيك لحظة خروجك من الدنيا انقطع سرك وبقى الأثر بجسدك عشان يذكرك دائما وأبدا بإنسانة عظيمة، إنسانة كانت تغذيك من جسدها. الأم مطعم إذا جعت، ومستشفى إذا تعبت، ومنبه إذا نمت، وحفلة إذا فرحت، ودعوات سماوية إذا غبت. مجرد ما تدخل البيت تسأل وين أمي، وأنت ما تبغى شيء لكن تحس إنها وطن. ومع كل هذا هل أنا وأنت أحسننا لأمهاتنا؟ عموما الله يخلي لي أمي ويخلي لكم أمهاتكم ويجعلهم من أهل الفردوس. سلام عليكم.